ازيكم يا اخواتي، ودي بدايه فيديو جديد دمار الدمار. الفيديو بتاعت النهارده يا جماعه، قبل ما اقول اي فكره ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وحابب اقول لكم يا جماعه ان حابب اشكركم اقسم بالله على 500 مشترك، وباذن الله نوصل 1000 مشترك قريب ان شاء الله. وزي ما حققنا 500 مشترك هنعرف نوصل لل 1000 مشترك ان شاء الله يا جماعه. فكره الفيديو بتاعت النهارده ان احنا هنروح نصور لكم احلى فلوج هناك في طنطا لو انتوا عارفينها يعني، وهنصور احلى فلوج هناك. وباذن الله كل هدف ان انا اصور لكم فلوج حلو وان احنا نشوفها بره الشارع يا جماعه. وطبعا انا مش هروح لوحدي يا جماعه، معانا في الفيديو بتاع النهارده اسماعيل اخويا وسال بمبوطه على الناس كلبوطه. دلوقتي يا جدعان ودلوقتي يا جدعان انا لابس ديت، ده الاوتفيت بتاعي، ودي الشياكه بتاعت اسماعيل. شايفين البتاع بتاعي يا جدعان من ورا على بيت ابو شاور دي يلا بينا بقى عشان ما اطولش عليكم. دلوقتي يا جدعان لبسنا اهو جهزنا، ويلا بينا بقى نروح. احنا هنركب القطر فيلا بينا نروح على المحطة. ودلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا وصلنا المحطة بفضل الله. المفروض ان احنا ان انا مستني القطر. انا اخويا معايا بس هو مش عارف راح فين. قبل اي حاجة يا جماعة، ايه رأيكم في الاوتفيت بتاعي يا جدعان؟ شايفين؟ تدوا له كام من 10 يا جدعان؟ لو الاوتفيت حلو اكتبوا لي تحت في الكومنتات. المهم يا جدعان دي المحطة هنا اهو. شايفين الهدوء يا جدعان؟ عايز اقول لكم يا جدعان دلوقتي ان الساعة 8:30 ومحدش يعني يعتبر لسه الناس ما صحيتش وكده يعني، فهنستنى القطر على ما يجي وبعدين نكمل تصوير الفلوج. 1 hour later. وهنا يا جماعة القطر جه بعد ساعة ونص انتظار. وهنا يا جماعة ركبنا القطر وفي اتجاهنا إلى طنطا بلد الأبطال. ودلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا وصلنا طنطا دلوقتي. طنطا يا جدعان اسمعنا اهو الشمس. وش شايفكم من الشمس. فدلوقتي احنا رايحين مولد السيد البدوي، وهنصور لكم كل حاجة بالتفصيل هناك. للناس احنا يا جماعه دلوقتي في طنطا بجد والله. احنا في طنطا؟ عايز تقول تاني؟ لا بس. وهنا يا جماعة لقينا المسلة دي تقريبا واحنا في الطريق إلى المسجد. وهنا يا جماعة كنا وصلنا لمسجد السيد البدوي، وعايز أقول لكم إن المسجد كبير جدا وحلو جدا من بره وشكله جامد جدا يا جماعة، والناس كتير أوي هناك زي ما انتوا شايفين، وبصراحة المنظر هناك جميل جدا. واستنوا شوفوا المسجد اتبنى سنة 1276 ميلادية، وكان سيف الدين قطز أحد قادة المماليك من بناه بعد وفاة الإمام السيد أحمد البدوي، ودفن في طنطا سنة 635 هجرية، ثم جدد في عهد الظاهر بيبرز، وتمت توسعاته في عصور المماليك والعثمانيين وأسرة محمد علي، وأكبر توسعه كان في عهد الرئيس جمال عبد الناصر حديثا سنة 1969. وهنا يا جماعة قعدت علشان أسمع قرآن الجمعة. وده الشيخ يا جماعة اللي كان بيقول القرآن في المسجد، وبصراحة صوته كان حلو جدا والناس كانت عمالة تستمع له وكانت مستمتعة بصوته. واسمعوا صوته كده يا جماعة. وهنا يا جماعة بعد ما صليت الجمعة وكنت بودع المسجد من بره. ودلوقتي يا جماعة أنا في الطريق إلى حديقة اسمها الطفل. وأخيرا يا جماعة وصلنا الحديقة، حديقة الطفل بسلام. وهنا يا جماعة دي شكل الحديقة، وبصراحة يعني الحديقة حلوة وكل حاجة وفيها ملاهي وفيها مكتبة، بس الصراحة الحديقة معجبتنيش واديها 6/10، بس لو هتنفع لعادة العائلات والأصدقاء وكده يعني. واسيبكوا لقطة مع الحديقة.
وهنا يا جماعة كنت زهقت بقى، فقلت اما اروح وما لقيتش عمر جار للأسف هناك، فقلت اما اروح بقى. طيب يا جماعة وكده احنا لسه راجعين من طنطا، وصلنا المحطة بتاعتنا بتاعت بلدنا. الساعة دلوقتي 6 يا جماعة، والمفروض ان النهاردة كان الجمعة، عشان كده انتوا فاهمين يعني. فكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. وانت مش مشترك في القناة انزل اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ونشوفكوا الفيديو الجاي. سلام.